حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ انا جيت لكم النهارده بحدوته صغنونه لكنها عبره كبيره قوي. الحكايه النهارده خاصه بيا انا، هي حقيقي حكايتي النهارده، ولا هي حكايه رعب ولا هي حكايه حب. حكايتي النهارده عن الحوقله. حقيقي يا جماعه احنا معانا سحر، لكن محدش بيستفيد بيه. هحكي لكم الحكاية على طول ومش هرغي كتير. الحكاية باختصار، كنت أنا وجوزي والأولاد مسافرين في يوم من الأيام، واحنا في العربية وقفت وعطلت بينا في مكان صحراء وكان ضلمة قوي. جوزي وقتها قال لي العربية عطلت ودي بتحصل معايا كتير، ولازم دلوقتي حالا يجي ميكانيكي يصلحها. طبعا انا وقتها قلتله ازاي؟ المكان ضلمة قوي ومين هيجيلنا في الوقت ده؟ ازاي نقف في المكان ده؟ انا الخبر نزل صدمة عليا، ما كنتش قادرة اتصرف ولا عارفة انا هعمل ايه. الاولاد ابتدوا يخافوا، ازاي يا بابا؟ حاول تساعدنا. ابتدى باباهم يطلع الموبايل ويبدأ يشوف ارقام ممكن تساعده. انا في الوقت ده جاتني الفكرة على طول وقلت لأولادي لغاية ما بابا يشوف رقم يساعده. رديته معايا الدعاء ده وبقيت أنا أقول اللهم اخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. الأولاد طبعا ما كانوش فاهمين، بس كانوا بيرددوا معايا الدعاء باعتبار انهم بيتسلوا. حقيقي رددنا الدعاء ده حوالي نص ساعة لغاية ما جه جوزي وقال لي انا مش لاقي حد يصلح لنا العربية. قال لي انا هحاول كده واعمل حركات في العربية جايز تشتغل معانا. بدأ جوزي يحاول كده ويشيل حاجات ويحط حاجات وابتدى يدور في العربية، والمفاجأة انها اتحركت. طبعا ما كانتش مفاجأة بالنسبة لي لان انا عارفة انها هتتحرك، لكن جوزي كان مستغرب جدا وبيقول ازاي اتحركت؟ دي قبل كده ما كانتش بتتحرك غير لما بيجي الميكانيكي. طبعا انا وقتها قلت لهم وفهمتهم فضل الحوقلة اللي احنا كنا بنرددها، وانها مش هيجي عشان نسلي وقتنا وخلاص. انا كنت بقولها لغرض معين وفعلا حصل. الحكاية النهاردة صغيرة لكنها من ضمن المواقف اللي علمت قوي في حياتي وما بقدرش انساها ابدا، لدرجة ان اولادي دلوقتي كل ما بيقعوا في مشكلة لازم يرددوا الحوقلة. صدقوني يا جماعة احنا في ايدينا كنز لازم نستفيد منه. بس كده، النهاردة تكون خلصت حكايتي، واستنوني بكرة في حكاية جديدة. وما تنسوش تشجعوني تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من حكايتي. وياريت تقولولي في الكومنتات محتاجين حكايات ايه، رعب، حب، مشاكل، قولولي وهستنى رأيكم. بس كده، باي باي.